اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائج. السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب الكل بخير، صحة وعافية على الجميع. رجعت لكم فيديو جديد أتمنى ينال إعجابكم. فضلا لا تنسون اللايك والاشتراك وأكون ممنونة من عندكم. طبعا نبدي يومنا وروتين، نبدي من الصبح وفطور الصباح مثل ما تلاحظون بنات، فقط للمشاركة وليس للتعلم هذا الفيديو مثل ما تشوفون. اللهم ادم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم شافي وعافي كل مرضانا يا ربي ومرضى جميع المسلمين والمسلمات، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات جميعا. وهذا الروتين يعني كل ست بيت يوميا تسويه. نبدي بالتنظيفات أول شي مثل ما تشوفون بنات. هنا هذه الصالة بديت أنظفها، وقلت لكم يعني بس للمشاركة وليس للتعلم. كلكم يعني ستات بيوت شطورات الحمد لله والشكر، يعني بس هذه سوي لكم يعني شلون يقولون حماس، طاقة إيجابية. يلا مرضى وياكم ايد بيد ونكمل يومنا. وهاي بعد ما خلصت التنظيف مثل ما تشوفون بنات. طبعا هذه الصالة عندنا احنا يعني أكثر الأوقات يعني يصير القعدة أو الجلوس يصير بيها. فيديو بسيط مثل ما قلت لكم يعني فقط للمشاركة. بنات يعني يا سبحان الله، يعني إذا واحد يقعد يعني من وقت يقضي يعني كل شغله من وقت، يطبخ من وقت، يقضي الشغل مالته من وقت، يعني نفسيته ترتاح. مو نفس واحد يقعد متأخر، يعني إذا واحد يقعد متأخر يصير يومه كلش يعني ثقيل، ما واحد يرتاح بالشغل مالته، يصير يعني شغله ركاض ركاض مثل ما نقول. وهنا طبختنا شاركتها وياكم مرقة بوتيتة أو بطاطا أو بطاطس مثل ما تحبون تسمونها. احنا لهجتنا العراقية نقولها بوتيتة. بديت أحمس البصل واللحم. طبعا أنا اللحم سالقته على النص، ومثل ما تشوفون في البداية زيت بعدين البصل. وهذا البصل اليوم استخدمته بصل أخضر. وهذا اللحم حمس يعني حمسة سريعة بسيطة. هنا بعدها راح أضيف البوتيتة، هم نعطيها حمسة سريعة، يعني خطوات كلها مفهومة قدامكم بنات. طبعا هذا الكلام موجه بنوتاتي لأعمارهن، يعني يستوون يحبين يتعلمن الطبخ. وطبعا هو الطبخ يعني كل واحد يتفنن بيه حسب طريقته بالطبخ. يعني أنا الطريقة مالتي هيك، يعني مرقة البوتيتا أطبخها، يعني اكو هواي يسوونها بغير طريقة، وكل من هو حسب طريقته.
بعد كل واحد يرجع له وهي أذواق الطبخ. هنا بعدها عصير الطماطم مثل ما تلاحظن بنات، وبعدها أضيف معجون الطماطم، وأعوف إنه يحمس كل زين على ما شكو سوائل مالت عصير الطماطة كلها تختفي، حتى هم ريحة الطماطة هم تروح تختفي. وهنا طبعا هاي اختيار الفلفل، اللي ما يحب مو لازم ما حد يخليه. بنات إذا وصلتوا لهنا لا تنسون اللايك فضلا وليس أمر عليكم. هنا بعدها راح أطبخ الرز أو التمن. طفت الزيت بعدها، طبعا أنا الرز غاسلته منقعته مصفيته، وهسه بديت أحمس بيه الرز على مود يعني يصير شوي الطعم مالته يختلف. وطبخ يعني الرز أو التمن يعني كيف الواحد يريد يسوي بازل، يريد يسوي كبس رأسة هيجي، يعني كلها الطريقتين يعني حلوة. وهنا هذه مثل ما تشوفون المرقة بعدها مالتنا، هاي الطماطة يعني عصير الطماطة بعد السوائل بي، أريد هالسوائل كلها تختفي وريحة الطماطة هم تروح. لين إذا ما الحمسة مالت الطبخ إذا ما يعني تلحين عليها بالحمس تظل ريحة الطماطة مو طيبة. هنا بعد ما خلصت حمس التمن ضفت الماء. يعني قلت لكم بنات فيديو كلش بسيط، بس للمشاركة حبيت أشاركه وياكم. لاحظوا بنات هنا السوائل كلها اختفت، وهذا هو المطلوب، هيجي أريد إنها أني حتى ريحة الطماطة هم راحت. يعني هسه الطبخة أوكي مثل ما نقول أو تمام. هسه أضيف لها الماي. طبعا أنا هم عندي الماي مالت اللحم من سلكته بقى عندي، خليته فوقها هم استخدمته. وهاي طبختنا خلصت بكل بساطة وسهولة، ما تاخذ منكم مجهود حبيباتي. تفضلوا ويانا بنات، سهمنا وسهمكم ألف عافية. اللهم أدم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال، اللهم لك الحمد والشكر. هنا بنات راح أعمل خلية النحل. طبعا هاي الطحين نوعية الفاخرة استخدمتها، خميرة طعام ملعقة، سكر ملعقة، وملعقة شاي ملح مثل ما تلاحظون هنا بنات، وظرف بيكنج باودر. أخلطهم كل الزين ويا الطحين حتى يمتزجون كل الزين ويا الطحين. بعدها ضفت الماي.
طبعا هذه العجينة تنفعكم أو تستفادون منها بهواي يعني أمور، تفيدكم أول شي للبيتزا، ثاني شي فطائر، ثالث شي خلية النحل، يعني عجينتها كلش حلوة وسلسة ما تتعبكم وراح تستفادون منها. هنا بعد هنا خلصت العفو غطيتها حتى انتظرها تختمر ويتضاعف حجمها. لا بعد ما اختمرت ضاعف حجمها ما شاء الله، خير وبركة. وهنا هذه راح أحشي الكرات بي، عندنا القشطة بعد ما خلصت تكويرها بهذا الشكل بنات كورتها. طبعا الوجه راح أمسحنه بالبيض وفانيلا وهيل حتى ريحة الزفرة البيض تروح، يعني مطيبات بعد انتم على راحتكم شنو يعجبكم تسوونه، يعني موجود عندكم بالبيت لا تتقيدون بشغلة إذا ما عندكم. وهنا درجة الحرارة 180 فقط الأسفل وبعدين الفوق. وهنا بهذا الشكل استوت وهذا المنظر الرهيب ما شاء الله. طبعا هنا ضفت لها الحليب المحلى، وإذا تحبون سيروم بعدتم كيفكم يرجع لكم هذا الشي. ومع ألف سلامة دمتم بحفظ الرحمن.